سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني جدا جدا يا احلى متابعين في الكون كله. تعالوا بقى النهارده معايا فيديو جديد قمر كده زيكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو كده ما تنسيش لو انت لسه اول مرة بتتابعيني وبتشوفي قناتي، يا ريت بقى انت وهي تنزلي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل الاشعارات بتاعتي الجديدة كل ما انزل فيديو جديد. النهارده بقى معايا فيديو جديد حلو قوي. بس كده ايه يعني، ما تنسوش كده في البداية تصلوا على النبي كتير قوي في الكومنتات. عايزة الكومنتات كده تبقى مليانة كده بالصلاة على النبي علشان نبدأ يومنا بالصلاة على النبي كده. فالنهارده بقى نزلت جبت شويه خضار كده، وجبت لهم بطيخه حلوه كده، وقلت اما افتحها علشان اشوفها هي حمرا ولا ايه. بصراحه طلعت ما شاء الله جميله جدا. وزي ما قلت لكم في طريقه حفظ الخضار ان انا بحط المناديل بتاعه المطبخ من تحت ومن فوق كده علشان الخضار بيفضل لاخر واحده. وكمان جربوه بجد حلو جدا الطريقة دي حلوة جدا جدا. انا كده بعد ما رصيت غطيته بالمناديل، يعني انا كنت بعد ما خلصت بقى التصوير معاكم غطيته بالمناديل زي ما غطيت الخوخ كده. اللي عايزه اقول لكم ان البطيخه ما كانتش راضيه تدخل في الرف اللي تحت، مع ان انا موسعه الرف اللي تحت ده عشان احط فيه الحاجات اللي زي كده. كنت منزله بقى الطماطم والفلفل في الدرج مع البتنجان، وحطيت البطيخه بسم الله ما شاء الله كانت كبيره جدا، وكان سعرها 50 جنيه. البطيخ اليومين دول بصراحه لسه سعره منزلش، يعني ب50 وب60 وب40، اقل حاجه خالص ب30 جنيه اللي هي الصغيره وبس، ما بتكونش حلوه بصراحه. فهنا بقى جبت الجزر، كنت ناسيه ان انا احطه بصراحه، فحطيت بقى منديل تحتيه كده ورصيته كده في الحافظه. عايزه اقول لكم بصراحه كل حاجه بتلفوها في المناديل زي ما بوريكم كده ان هي بتفضل لاخر حاجه. يعني انا كان عندي الطماطم، كان باقي فيه طماطم اللي طلعتها فوق ونزلت الجديده تحت. الطماطم دي عايزه اقول لكم والله بقالها اسبوعين 2 وزي ما هي. هنا برضو التوابل اللي انا ما بستعملهاش كتير حطها في التلاجة علشان ما تبص. كمان الزبده بقطعها مكعبات كده بحيث ان انا اخد المكعب يكون جاهز معايا، ما اقعدش ان انا كل مره اقعد اقطع فيها وبهدل الدنيا. لا، بقطعها مكعبات كده واحطها في العلبه علشان اخد منها مكعب مكعب. والخوخ ده برضو بوريهولكم ان هو عندي بقاله اسبوعين 2 عشان انا كنت جايبه شويه كميه حلوه، فعايزه اقول لكم والله زي ما هو. التلاجة طبعا نضيفة، طبعا ايدي فيها على طول ومنضفاها على طول ومظبطه كل حاجه. انا بقى حاطه القرفه الخشب والدبس الرمان والحاجات. بص الحاجات اللي انا مش بستعملها كتير انا بحطها في التلاجة عشان بصراحه ما تبصي، وانتوا عارفين ان الحاجه غليت اول اليومين دول. هنا بقى بعد ما خلاص خلصت ظبطت التلاجة بتاعتي وخلصت رصيت الحاجة بتاعتي كلها اللي انا اشتريتها. بصراحة زي ما قلت لكم ان انا بشتري الحاجات دي كل اسبوعين 2. فلو انا عندي فاكهة بكمل فاكهة اللي انا محتاجاها عليهم. يعني النهاردة انا كنت جبت بطيخة بس ما جبتش بصراحة حاجة تاني، وكان عندي خوخ واناناس، فاستكفيت قوي بال3 حاجات دول. فبصراحة مش بكتر الحاجة، يعني ما تجيبيش مرة واحدة 5 انواع، لا يعني جيبي 2-3 بالكتير يعني. فعشان بصراحة الحاجة غالية وكده فلازم نظبط نفسنا ونمشي نفسنا على قد ما نقدر. فتعالوا هنا بقى قلت لازم المطبخ كده حسيت ان هو مطرب كده،
فمسحت بقى من على الديب فريزر والتلاجة ومسحت الرخامات. فقلت علشان يبقى المطبخ كده نضيف وبيلمع كده، بصراحة بحبش التراب خالص، بحس ان انا كده واقفة مش مرتاحة بقى في المكان. فعايزه اقول لكم ان انا ببقى لسه ماسحه ومنضفه، طبعا ستات البيوت عارفين حاجه زي كده، ان بنبقى لسه منضفين وتلاقوا التراب في ثواني، التراب في ثواني بيكون جه على حاجه تاني. فانا مش عارفه بصراحه التراب ده اروح منه فين، اروح منه فين يا جدعان. فاللي وصل بقى معايا لغايه هنا، يا ريت بقى ما تنسيش لايك بتاعك الجميل وتشجعيني كده بكومنت حلو كده في الكومنتات. ولو انت من داخل مصر او من خارج مصر، بجد فرحتيني جدا بوجودك معايا في قناتي المتواضعه. النهارده بقى بصراحه حبيت ان انا انضف كده المطبخ، يعني تنظيف كده يعني مش عميق قوي، تنظيف اللي هو من على الاسطح علشان التراب وكده. فان انا بحب ان المطبخ بتاعي يكون دايما وانا واقفه فيه يكون نظيف كده وبيلمع. فمسحت الرخامات ومسحت المطبخ وغسلت شوية اطباق كانوا في الحوض فغسلتهم. النهاردة الروتين بتاعنا فمش عميق قوي، يعني اللي هو تنظيفات كده من على الوش كده. فانتوا عارفين بقى التنظيفات العميقة بتاعت ان انا بشيل كل حاجة وبقلب كل حاجة. عايزة اقول لكم بقى الستيكر الرخامي ده بصراحة ربنا جميل جدا، اللي حابب ان هو يجيبه بصراحة جميل جدا، ما تقلقوش مش بيلزق خالص في الرخامة، حتى لو انت كنت تشيليه مش هيلزق منك خالص، جميل جدا بصراحة. بس نصيحة ان انتوا ما تغسلوهوش بالسلكة ساعة لما تيجي تغسلوه، يعني امسحوه كده حطوا عليه كده بالبخاخة زي ما انا بحط كده بخاخة فيها منظفات. البخاخة دي انا حاطة فيها خل، وحاطة فيها ديتول، وحاطة فيها كولريكس الوان، حاطة فيها بصوا نوع معطر، اي نوع معطر انت بتستعمليه. هنا بقى جيت للحوض هنضفه بقى، وشوية المواعين اللي فيه دول كنت الحاجات دي كنت عاملة فيها فشار للعيال بالليل وحاجات مسليات يعني، فمش كتير يعني البقف مش كتير. فانا كنت بقى طلعت بامية من الفريزر علشان قلت هعمل بقى النهاردة كده بامية كده. كان عندي شوربة لحمة وكان بقى حتتين بقى لحمة، قلت هعمل بقى بامية واحط فيهم الحتتين اللحمة ونعمل شوية رز وكده فل قوي. والحمد لله لازم نعدي كده يومنا ونمشي نفسنا على قد ما نقدر، لان بصراحة الدنيا بقت غالية قوي، الايام اللي احنا فيها دي بقت صعبة جدا، في كل حاجة بقت غالية. عايزه اقول لكم ان انا رحت اسال على شكاره الرز، عايزه اقول لكم ان هي بقى ب 800 جنيه، الشكاره اللي هي 25 كيلو، طبعا اللي هي الاقل بقت لها ارخص من كده، لكن انا بجيب على طول اللي هي 25 كيلو، فبتكفيني فتره بصراحه، بتقعد معايا شهرين 3 كده على حسب استعمالي اللي انا بستعمله كده. فهنا بقى حطيت بقى شويه بريل، وابتديت ان انا اغسل الكوبايات وشويه الاطباق الصغننين اللي انا حطاهم في الحوض دول. فبصراحه ما كانوش كتير زي ما قلت لكم، ان هو الحله مكان الفشار والاطباق اللي انا كنت حاطه فيها الفشار والمسليات الولاد يعني بالليل. فلما بيكون بقى خلاص بقى احنا في الاجازه بقى وبنسهر اليومين دول، فبعمل لهم اي حاجه بالليل ان هم يتسلوا فيها يعني. بصراحة بصوا شايفين شوية الاطباق دول، عايزة اقول لكم ان انا كنت بالليل والله كنت متضايقة ان انا حطاهم في الحوض وما غسلتهمش، بس غصب عني وكنتش بصراحة قادرة جدا بالليل. فقلت خلاص بقى الصبح بقى اقوم ارتب المطبخ، اجيب الخضار بتاعي، انضف الرخامات، انضف الارضيات بقى بتاعة المطبخ وكده، امسحه مسحة نظيفة، وقلت المعه بالمرة. فهنا بقى بعد ما خلصت الاطباق قلت بقى اما اغسل بقى الحوض غسلة حلوة كده يا ولاد. بصراحة الملمع بتاع الاستانلس ده حاجة كده وهم وخيال بصراحة، بيخلي الاستانلس بيلمع كده، بتشوفوا نفسكم فيه. فاللي لسه ما جربوش فايته كتير قوي 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 بصراحة، بيلمع الحنفيات والبوتاجاز اللي هو الاستانلس والحوار، اي حاجة عندك استانلس، حتى لو حلة استانلس عندك لونها كده مش عاجبك، حط فيها سقطة من دي وبالسلكة ودعكيها دعكة كده، هتبقى جميلة جدا وبتلمع، تشوفوا نفسكم فيها بصراحة. هتشوفوا الحوض دلوقتي عامل ازاي، بصراحة ربنا جميل جدا. عايزة اقول لكم ان انا كنت بجيبه سعره 12 جنيه، دلوقتي بقى ب25 جنيه.
فخلصت بقى الحوض، هنضف بقى الارضيات بتاعه المطبخ. هنا بقى شلت الكفر ده، بصراحه عايزه اقول لكم بحبه جدا. عايزه اقول لكم ان الكفر ده بصراحه كنت جايباه في ايام الرخص من 4 5 6 سنين كده. انا جايباه بصراحه بقالي كتير جدا، واستعماله جميل قوي قوي. كانوا اول ما طلعوا الكفرات وكان سعره 110. بصراحه جميل جدا في استهلاكه واستعماله، جميل بصراحه. فالحاجات دلوقتي طبعا والله تختلف عن بتاعة الأول اللي طلعت. دلوقتي الحاجة بقت يعني سعرها غالي، وكمان الخامة بتاعتها والماتيريال بتاعتها مش حلوة خالص، وبتبوظ بسرعة. فبصراحة ربنا يعني الحاجة بقت غالية قوي في كل حاجة. هنا بقى تعالوا بقى ايه، مسكت بقى المقشة كده وقلت اما امسك بقى الارض امسكها ايه، اديها كنسة حلوة كده، واديها تلميعة حلوة بحيث ان الارض كلها تبقى نظيفة. خلاص بقى لمعت المطبخ وخلصت كل حاجة فيه، فخليته زي الفل كده بصراحة. هبتدي برضو ان انا اجيب الشرشوبة واحط فيها شوية كولوريكس يا ولاد، الوان بصراحة بتخلي الارضيات حلوة جدا. شوية كولوريكس كده وشوية ديتول وشوية كلور. بص بحب ان انا احط الحاجات دي كلها ميكس كده على بعض، وبتبقى تخلي الارضيات بتلمع، تديني لمعة كده وريحة جميلة جدا. عايزه اقول لكم ان الكلوريكس اللي انا بحطه في الغسيل بحط منه شويه في الارضيات، بصراحه بيبقى جميل جدا في المسح كمان. مسكت بقى الارض لمعتها كويس جدا، وقلت بقى ايه، لازم بصوا بحب ان انا اقفل المطبخ يكون نظيف. عارفين المطبخ طول ما هو نظيف طول ما انتوا الشقه بتاعكم كلها نظيفه. فهبتدي بقى ان انا امسك الكفر كده افرشه. انا بصراحه بصوا بس يعني بحب ان انا افرشه في الصيف، بحيث ان انا امسكه انفضه كده والمع المطبخ على طول. لكن بصراحه انا شلت السجاده لما وديت السجاده المغسله، شلت منه حاجات كتير بصراحه، شلتها عندها وفردت الكفرات، لان انا عندي سجاد كتير جدا. بصراحة ايه، فقلت الكفر خفيف وحلو في المطبخ علشان لما اجي انضف يكون سهل معايا واشيله وانفضه على طول. لكن السجاد بيبقى بصراحة تقيل وكده. فبرضو هنا ايه، لمعت برضو الحتة اللي عند البوتاجاز وحطيت السجادة كده بتاعتها الصغيرة. بصراحة السجادة ديت انا جايباها ايه 1.5 متر كده، جميلة جدا في الحتة دي، جميلة جدا وما بيبانش عليها لو في واقع حاجة عليها ولا حاجة، ما بيبانش ان هي مبقعة ولا اي حاجة. شايفين بقى البوتاجاز بيلمع والرخامة بتلمع، كل حاجة هنا بتلمع يا جدعان. والله العظيم خليت المطبخ زي الفل واهو قدامكم. ولو الفيديو بقى بتاع النهاردة عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شايفين الحوض يا ولاد، شايفين المنظف بتاع الستانلس بيخلي الحب يلمع ازاي وجميل. شايفين الرخامات جميلة ازاي، راحت بقت زي الفل. كمان البوتاجاز بقى جميل جدا، الازاز بتاعه بقى بيلمع، كل حاجة فيه ما شاء الله بقى جميلة. الخضار بتاعنا اشتريناه وحفظناه في التلاجة. بصراحة زي ما بقول لكم كده استفادوا من الفيديو، والله الفيديو فيه افكار حلوة جدا ان انتوا تحفظوا الطعام بطريقة صحيحة علشان يفضل يعيش معاكم. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يعجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش في لايك وشير سبسكرايب لو انتوا لسه اول مره بتشوفوا قناتي، واستنونا فيديوهات حلوه كتير قوي. احب ارحب بالناس الجديده اللي دخلت معايا القناه جديده، وسلام.